إنما يجري في بلادنا له أصابع تحركه من الخارج، وفئات لها أجندتها الخاصة من القوى الدولية والقوى الإقليمية، ولا يزالون يقاتلوننا حتى ينهبوا خيراتنا ويسلبوا ثرواتنا، بل ويردونا عن ديننا كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ينبغي أن يعلم المسلم أن النظام العالمي أو المجتمعات الغربية التي تحرك المجتمعات الشرقية وتسيطر على الحكومات وتدير الرئاسات والزعامات، هذا العقل الغربي تحكمه نظريات يسير وفقها ومبادئ يمشي عليها. من هذه النظريات نظرية الإيطالي الفيلسوف ميكافيلي الذي يقول أن السياسة لا تخضع للأخلاق والغاية تبرر الوسيلة. في كتابه الأمير: من أجل غايتك يمكن أن تمارس ما تشاء وتفعل ما تريد، حتى تصل إلى غايتك وشهوتك ومصلحتك يمكن أن تقتل، ويمكن أن تسرق، ويمكن أن تنهب، ويمكن أن تثير الرعب، ويمكن أن تنشر الفوضى. نظرية ثانية من النظريات المحركة للفكر الغربي نظرية البريطاني شارلز داروين الذي يقول في كتابه أصل الأنواع أن البقاء للأقوى عبر ما يسمى بالانتخاب الطبيعي، وأن بعض الأجناس ينبغي أن تختفي من الكون ليسود الجنس النغي، وهذا سيكون انتقاء الطبيعة القادم الصادم. بهذه العقلية يفكرون أن البقاء للأقوى، وبعض الأجناس والسلالات البشرية ينبغي أن تختفي من الخارطة وتختفي من الكرة الأرضية. لذلك هم يعملون على هذا الهدف، أحيانا عبر الأسلحة الكيميائية والحرب البيولوجية أو الأسلحة النارية أو أسلحة الدمار الشامل، بقصد الانتهاء من بعض الأعراق وبعض السلالات أو بعض الفئات من كبار السن أو العجزة أو الضعفاء أو المرضى أو غير المنتجين، لأن نظرتهم نظرة مادية بحتة لا أخلاق فيها ولا أمان ولا صدق. نظرية ثالثة من النظريات التي تحكم وتشكل العقل الغربي هي نظرية كارل ماركس الذي يزعم أن الصراع الطبقي والتناحر هو المحرك للتاريخ، وأن انتشار الحروب هي المحرك الأساسي للحضارة والارتقاء. أما الفيلسوف فرويد وعالم النفس فرويد فله نظرية رابعة تحرك العقل الغربي والمجتمع الغربي، أن الشهوة هي المحرك الأساسي للإنسان. الشهوة الجنسية وكل حركة يتحركها الإنسان إنما يتحركها استجابة لهذه الشهوة. هذه أمهات النظريات التي تحرك المجتمع الغربي والعقل الدولي الذي يسير الشرق الأوسط ويسير الحكومات ويسيطر عليها. هذه النظريات كلها تشترك في الصراع والحروب والنزاع والدمار والدماء والشهوات واللا أخلاق، وهذه النظريات التي بها يسيرون وبها يشعلون العالم بالحروب والفتن.